هي صور ليس من مفرغة عمومية، إنما من داخل المؤسسة الاستشفائية بسبدو. أجنحة طبية مهملة وأبواب النجدة والزوار موصدة هي جملة من النقاط التي أثارت حفيظة العمال والسلك الطبي بالمؤسسة وجعلتهم يقيمون وقفة احتجاجية في أسبوعها الثالث. رانا في وقفة احتجاج وليس إضراب، وأؤكد ذلك أننا في وقفة احتجاجية وليس إضراب. تصفية حسابات مع كل من يتكلم عن نقص في هذه المؤسسة يتعرض لتصفية حساب بطريقة غير مباشرة بعد أسابيع أو أشهر. هذا هو السبب الأساسي. الظلم والعمل تحت الضغط هي أسباب أخرى ساهمت في المطالبة برحيل مدير المؤسسة الاستشفائية والتدخل الفوري للجهات المعنية. متابعة قضائية للعمال، يعني هناك الفصل، هناك الردع، هناك حجرة. جاتنا 12 شكوى من عمال وأطباء وممرضين. نحن نعمل في هذه المؤسسات تحت ضغط رهيب. كل العمال كلهم سواء إداريين ممرضين أطباء إهانات بالجملة. وضعية أقل ما يقال عنها كارثية لإحدى أهم المؤسسات الاستشفائية على مستوى إقليم ولاية تلمسان. وجب التدخل السريع لتحسين الوضعية، خصوصا أن الدولة الجزائرية تولي أهمية كبرى لقطاع الصحة.